السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. خوتي مرحبا بكم في الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار المحترفين والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافة ايضا الى انه راح نشارك معك تصريحات فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني الجزائري هو ونظيره المدرب منتخب زيمبابوي، بالاضافة ايضا الى اخبار مختلفة. فابقوا معنا، واذا كنتم تشاهدون المرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. بدون اطاله خوتي ندخل مباشره الى صلب الموضوع. فلاديمير بيتكوفيتش بعدما ان حسم المباراه الوديه الاولى قبل ما نروحوا نلعبوا المباراه الثانيه امام منتخب السعوديه، فلاديمير بيتكوفيتش صرح قائلا في ندوته الصحفيه: الفوز مهم من الناحيه النفسيه، واعتمدنا على نظام لعب جديد. طبعا احيي منتخب زيمبابوي واتمنى التوفيق لمدربه الجديد الذي باشر عمله منذ فتره قصيره. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وتمكنا من تسجيل 3 أهداف كاملة. حاولنا المواصلة بنفس الوتيرة في الشوط الثاني، لكننا لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا. أجرينا العديد من التغييرات، والجميع حاول إظهار إمكانياته خلال الدقائق التي شارك فيها. كذلك صرح قائلا: كانت مباراة ودية أتاحت لنا لحظات إيجابية، وأنا سعيد جدا لأنني تمكنت من منح اللاعبين أو بعض اللاعبين الذين لم أستخدمهم من قبل فرصة للعب. حاولنا التطور بطرق مختلفة على أرضية الميدان مع الحفاظ على نفس مبدأ اللعب، وقدم الفريق الأداء المطلوب حتى وإن كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف. حجام لم يكن في حالة جيدة، لذلك فضلت استبداله. الأمر الأهم هو فوزنا بالمباراة دون أي إصابات، وهذا أمر مهم. طبعا فلاديمير بيتكوفيتش تكلم عن الإصابات، قال بلي أن اللاعبين نتاعنا ما تعرضوش ولا على إصابة، وهذه نقطة مفيدة جدا. ولكن بعد المباراة شفنا خروج بعض اللاعبين تاع المنتخب الوطني الجزائري من أرضية الميدان، وكذلك أيضا من الملعب متجهين إلى الفندق. شفنا إسماعيل بن ناصر يعرج، ممكن أنه تعرض لإصابة. شفنا أيضا جوان حجام فوق عربة الإسعاف، ممكن حتى هو عنده إصابة. إن شاء الله ما تكونش إصابة خطيرة لكلا اللاعبين، خاصة إسماعيل بن ناصر اللي احنا ما صدقناش كي عاد، ما راناش باغين هذا اللاعب يتعرض لإصابة جديدة ويبتعد عن المنتخب الوطني الجزائري. كذلك فلاديمير بيتكوفيتش واصل كلامه قائلا: نلعب في ظروف صعبة بسبب الرطوبة المرتفعة، لذلك علينا الاستفادة من الراحة. لدينا الوقت الكافي لاسترجاع كامل إمكانياتنا قبل الودية القادمة أمام المنتخب السعودي، وأنا راضي عن الأداء بصفة عامة، والتفكير الآن منصب على المواجهة الثانية، وسنستمتع بوضع أيام من الراحة قبل مواجهة خصم يلعب بأسلوب مختلف تماما، ما سيسمح لنا بالتحضير للمستقبل بهدوء. كانت هكذا تصريحات فلاديمير بيتكوفيتش. بالنسبة لمدرب منتخب زيمبابوي صرح قائلا: منتخب الجزائر عرف كيف يسيطر على المباراة ويسير المباراة، وذلك بتمريرات سريعة. كان لديهم العديد من الخيارات مع العديد من اللاعبين الجيدين في متوسط الميدان، وكذلك أيضا حتى على الأطراف. إنه حقا منتخب جيد جدا. اللاعب الذي أثار إعجابي في المنتخب الوطني الجزائري، طبعا لن أخبرك بأي لاعب، وصرح هذا التصريح وهو يضحك بطبيعة الحال. صرح قائلا ووضح لأنه في بعض الأحيان من الغير العادل أو من غير العدل أن أتحدث عن لاعب واحد فقط، لأن الفريق يعمل بجهد جماعي، لكن المنتخب ككل كان منتخب مثير للإعجاب، ولقد سجلوا علينا هدف جميل ليكن في علمك. تصريحات متواضعة صراحة من مدرب منتخب زيمبابوي الذي تلقى 3 أهداف مقابل هدف وحيد. المدرب هذا رعد جديد على منتخب زيمبابوي، وهو حاليا يريد بناء هذا المنتخب من أجل التنافس في البطولات المقبلة. فنتمنى له كل التوفيق. المنتخب الوطني الجزائري استفاد من هذه المباراة الودية، وإن شاء الله راح يستفاد أكثر في المباراة الثانية، وراح يكون عندنا أسلوب لعب مختلف، مش منتخب إفريقي بالمنتخب آسيوي ألا وهو المنتخب السعودي، ولا راح تكون حتما مباراة قوية على جميع الأصعدة. فهذا هو اللي راح يكون الامتحان الحقيقي، ويخلينا نشعر بمواجهات ومباريات بطولة كأس العالم، بما أننا راح نواجهه منتخب آسيوي. على كل حال ننتقل حاليا إلى النقطة الموالية أعزائي الكرام، مشارك معكم موعد المباراة المقبلة أمام منتخب السعودية. طبعا المباراة المقبلة ستكون يوم الثلاثاء يوم 18 نوفمبر على الساعة 5:30 بتوقيت الجزائر على نفس الملعب في جدة السعودية.
فتوقع معي نتيجة المباراة، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في هذا اللقاء. وماذا بينا نفوزوا في هذه المباراة بصراحة، لأنه منتخب السعودية راه طامع يفوز بنقاط في ترتيب الفيفا، غير باه يحسن الوضع نتاعو في ترتيب الفيفا. وانا شرحت سابقا انه يربحونا ولا يخسروا، منتخب السعوديه ما راحش ياخذ نقاط كثيره باه يتاهل او يصعد الى مراتب او مستويات افضل من المستوى الذي عليه حاليا. ولكن بالنسبه للمنتخب الوطني الجزائري ماذا بينا نفوزوا بنقاط باه نحافظوا على المكانه تاعنا في التصنيف الثالث، باه ما نهبطوش الى التصنيف الرابع. حاليا اعزائي الكرام نتكلم عن مباريات افريقيا الفاصله المؤهله للملحق القاري ثم الى بطوله كاس العالم. اليوم شهدنا مباراه بين منتخب الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطيه، وطبعا شهدنا ايضا اقصاء المنتخب الكاميروني في الوقت القاتل. على بالي خوتي كما تتذكروا الهدف نتاع توكو كارل إيكامبي في شباك المنتخب الوطني الجزائري اللي قتل احلام الجماهير الجزائريه باه ما يتاهلش لبطوله كاس العالم في فصلة 2022 بدوله قطر. نفس الشيء تكرر في هذه المباراة، ولكن الضحية هنا كان منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون استقبل واحد الهدف قاتل من مبيمبا في الوقت البدني الضائع، والذي أقصى بطبيعة الحال منتخب الكاميرون. تعجبني الدنيا كي تدور صراحة. سابقا سمعنا أنه يعني صامويل ايتو راح يشتكي للطاس ومانيش عارف راح يعاودوا واحد المباراة، وحاليا يعني صار لهم مثل ما صار لنا سابقا في المباراة الفاصلة امام منتخب الكاميرون. كوبي كولي، التاريخ يعيد نفسه، ولكن الضحية كان المنتخب الكاميروني هذه المرة. والمنتخب الجزائري وين راه في لاكوب دو موند ما شاء الله. بالنسبة للمباراة الثانية شاهدنا مباراة مثيرة صراحة بين نيجيريا ضد منتخب الغابون، والتي انتهت المباراة برباعية مقابل هدف وحيد. نيجيريا تأهل بطبيعة الحال إلى الدور القادم، والذي سيلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية، وين راح تكون عندنا مباراة قوية على جميع الأصعدة بين منتخب نيجيريا وكذلك أيضا منتخب الكونغو الديمقراطية. مباراة قوية، فانتم اعطونا رايكم في التعليقات شكون تتوقعوا الفائز من القاره السمراء في هذه المباراه اللي راح يتاهل الى يعني البطوله القاريه، او خلينا نقول الملحق القاري باه يتاهلوا لكاس العالم. اعطونا رايكم في التعليقات. وننتقل حاليا الى النقطه المواليه اعزائي الكرام، وشارك معكم شكون هم الرابحين والخاسرين من وديه المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب زيمبابوي. عندنا 4 رابحين بالنسبه لي، وعندنا 2 خاسرين في هذا اللقاء. طبعا بالنسبة للخاسرين رامي الزروقي. رامي الزروقي أعزائي الكرام ما زال يقترف نفس الأخطاء، ما زال يقدم نفس الأداء يعني المحتشم. كذلك أيضا شفنا لاعب آخر واللي ما قدمش مباراة ولم يكن في يومه، وما زال يعني ما نحكموا على المستوى نتاعو، ومليح كي يلعب اليوم صراحة باه يعني يكتسب خبرة دولية مع المنتخب الوطني الجزائري، وراح نحتاجوه مستقبلا لا محالة، واللي هو لاعب فريق نادي هيلاس فيرونا رفيق بالغالي. هذين اللاعبين كانوا اوت في هذه المباراة، خاصة رفيق بالغالي اللي تسبب في ضربة جزاء منح للخصم ضربة جزاء وسجلوا لنا بطبيعة الحال وقلصوا الفارق. أما بالنسبة للرابحين الأكبر عندنا سمير شرقي الذي أثبت باللي أنه لاعب لازم يلعب كلاعب أساسي في جميع المباريات نتاع المنتخب الوطني الجزائري، محارب فوق ارضيه الميدان. كذلك ايضا زين الدين بالعيد، بالاضافه ايضا الى اسماعيل بن ناصر الذي عاد بطبيعه الحال للمنتخب الوطني الجزائري منذ مده طويله وهو كان غائب عن المنتخب، بالاضافه ايضا الى ايمازا لاعب فريق نادي بايرن ليفركوزن. هذا هم 4 لاعبين فائزين بطبيعه الحال في هذه المباراه، مما سترفع الحظوظ نتاعهم باه يكونوا حاضرين معنا في بطوله كاس افريقيا، وايضا يعني ينافسوا على المكانه الاساسيه في تشكيله المنتخب الوطني الجزائري. علاش ما تكلمتش على اللاعبين الاخرين؟ اللاعبين الاخرين ديجا ممتازين، راك تتكلم عن بغداد بونجاح صاحب الخبره، تتكلم عن محمد الامين عمور الذي لا يعلى عليه بطبيعه الحال، لاعب ممتاز في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. حجام حتى هو كان ممتاز في هذه المباراه، سجل هدف. اما بالنسبه لريان ايت نوري مبدع كالعاده. بالنسبه للنقطه المواليه والاخيره اعزائي الكرام، الحساب الرسمي الخاص بالبوندسليغا اشاد بلاعبي المنتخب الوطني الجزائري كل من ابراهيم مازا وايضا محمد الامين عموره، واكدوا قائلين بصمه البوندسليغا حاضره بقوه. عموره يسجل ومازا يشارك في فوز الجزائر وديا ثلاثيه مقابل هدف واحد على زيمبابوي، وتهانينا للخضر. كان هذا الفيديو اليوم، خبرونا رايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.